على تطورات الوضع في مصر ينضم إلينا الناشط السياسي أحمد عبد ربه من القاهرة. أستاذ أحمد، أهلا بك. اليوم النزول إلى الميادين لم يكن كما كان متوقعا وكان الحضور متواضعا، يعني ما هو السبب في ذلك من وجهة نظرك؟ أولا أرى أنه سيصدر الستار عن جزء كبير من المسرحية الهزلية التي قام بها النظام مبارك بين قوسين المجلس العسكري خلال الساعات القادمة، وسيحلف اليمين الرئيس المنتخب اسما وهو معين من قبلهم وهو السيد أحمد شفيق في الغالب، يعني كما أعتقد، أمام المجلس العسكري وليس أمام مجلس الشعب، بعد أن استعاد مجلس العسكري السلطة التشريعية في إطار هذه المسرحية التي نراها منذ عام ونصف. عدم نزول عدد كبير من المواطنين لأنه النهاردة تم تشويه بعد سنة ونص، تم تشويه فيها الثوار، تم إعطاء الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي السلطة التشريعية دون جناح تنفيذي ودون صلاحيات كاملة، مع تشويههم أمام الشارع وحرقهم زي ما بنقول في مصر أمام الشارع المصري، ثم استعادت السلطة التشريعية مرة أخرى إلى النظام مبارك أو المجلس العسكري. هذا دفع الشارع المصري إلى التريث وأنه يتفرج بقى الفترة الجاية على اللي يحصل. ومن دلوقتي احنا بنقول انه اي صراع قادم هيكون ما بين تيار الاسلام السياسي بالتحديد جماعه الاخوان المسلمين وبين التيار العسكري المتمثل في المجلس العسكري واجنحه الامنيه لنظام مبارك. هذا الصراع اذا اوصل البلاد الى حاله من الفوضى فانا احمل مسؤوليته من الان الى مكتب ارشاد جماعه الاخوان المسلمين والمجلس العسكري وعدد من الاجهزه الامنيه المصريه. طيب استاذ احمد، انت في بدايه حديثك توقعت فوز احمد شفيق، يعني في حاله فوز شفيق ما هي رده الفعل المتوقعه من قبل الشارع المصري؟ ردة الفعل هتكون على جزئين، جزء يخص الثوار سيتحركون في مسيرات ومظاهرات غاضبة وعارمة في كل المدن المصرية ضد فوز أحمد شفيق، والجزء الآخر مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين سيدعمون هذه المظاهرات في البداية، ثم يعني أعتقد أنهم هيجلسوا مرة أخرى مع النظام ليتفاوضوا حول وجودهم في الحكومة القادمة مع السيد أحمد شفيق. إذا حصلوا على النسبة التي يريدوها في هذه الحكومة سيقبلون بها ويعقدوا صفقة كما عقدوا في بداية الثورة وأثناءها وبعد 11 فبراير. إذا فشلوا في هذا سينضموا إلى الثوار بأعداد كبيرة ونرى موجة غضب جديدة لا نعرف إلى أين ستصل، لكن كلنا رافضون إلى عودة نظام مبارك مرة أخرى إلى سدة الحكم أو استمراره بهذا الشكل الفج والمفزع لجميع المصريين في حقيقة الأمر. طب أستاذ أحمد، هناك مطالب متزايدة لمحمد مرسي لكي ينسحب من الرئاسة، هل توافق من يدعو إلى ذلك؟ وفي المقابل إلى ماذا تهدف هذه المطالبات؟ أنا طالبت السيد محمد مرسي يوم ما صدر الحكم، يوم ما صدر إعلان نتيجة الجولة الأولى وصول السيد أحمد شفيق أمام السيد محمد مرسي. إذا كان انسحب وقتها السيد محمد مرسي فهنا لم يعطي الشرعية إلى السيد أحمد شفيق ونزل، وكان لابد أن ينزل مع الثوار في الميادين وقتها، لكنه صبر يعني استنى أو انتظر حتى يصدر قانون العزل من عدمه ضد السيد أحمد شفيق. الآن ليست الفرصة سانحة له، إذا فعل هذا سيكون صراع واضح بين الإخوان المسلمين وبين المجلس العسكري. أعتقد أنه عليه أن يكمل الآن، وهو خلاص إدى الشرعية لأحمد شفيق بأنه انتظر هذه الأيام. كانت هناك فرصة للنزول أضاعها السيد محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عليهم وعلى الثورة أيضا. طب هل أنت واثق من نزاهة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية القريبة؟ الحقيقة لا أثق في نزاهة الجولة الثانية، ولم أصرح يوما بأن الجولة الأولى كانت سليمة. احنا شفنا انتخابات مجلس الشعب وضعت بقانون المجلس العسكري هو اللي وضعه في إطار خطة أنه بعد فترة هيحلوا لما يحتاج ده، والانتخابات الرئاسية ستجري بنفس الطريقة. في الحقيقة هو ده اللي بيحصل، دائما مسرحية هزلية بيديرها ويخرجها المجلس العسكري وبعض الأجهزة الأمنية أو معظم الأجهزة الأمنية التي تدير مصر في هذه الفترة، وهم كلهم من ديون نظام مبارك. من القاهرة الناشط السياسي أحمد عبد ربه، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.